تعالوا نحضر أطيب وأسرع حلا خلال 5 دقايق بيكون جاهز عندي بدون فرن وبارد ببارد على القلب، طبقات خفيفة ولذيذة. فتابعوا معي الفيديو للآخر ومنقول بسم الله ومنبلش. أول شي بيلزمني كيك سادة، أي نوع كيك سادة موجود عندكن، إذا كان شوكولا أو حليب أو أي نوعية تانية انتو بتحبوها أو بتفضلوها أو متوفرة عندكم بالبيت. وبدي صفهم بالبايركس، وأهم شي ما أترك أي فراغات موجودة بيناتهم. وهيك صاروا جاهزين عندي. وهلأ بعد ما انتهيت من صف أول طبقة بدي صب عليهم شوية حليب، سقيهم هيك شوي بالحليب بس لحتى يطروا. وحابة أذكركن فضلا وليس أمرا، لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعلى الطبخة وتحلاها تكبر. وهيك أول طبقة صارت جاهزة عندي. وهلأ بدي بلش بالطبقة التانية اللي هي الكستر. بدي ضيف 4 أكواب من الحليب، أنا استخدمت الكوب المعياري 250 ميلي. وبعدين بدي أضيف 4 معالق سكر، طبعا السكر حسب الرغبة. أنا هالمرة قللت إضافة كمية السكر، بالعادة بضيف أكتر. وبدي كمان أضيف 4 معالق كبار من الكستر. وبدي أحركن على البارد لحتى تنزل أي تكتلات موجودة عندي. وبعدين بدي أرفعن على الغاز على نار متوسطة، ومع استمرار التحريك ما بتوقفوا تحريك أبدا لحتى ما يتكتل عندي. وهيك صار جاهز. شوفوا ما شاء الله قوامه بشهي وريحته بتاخد العقل. هذا القوام اللي أنا بدي إياه. وهلأ بجيب البايركس وبدي نزل الطبقة التانية على طبقة الكيك، وبدي مدها لحتى تصير على مستوى واحد، وغطي كل الكيك الموجود بالبايركس. وبعد ما ساويتهم على مستوى واحد هلأ بدي اجيب البسكوت السادة، كمان اي نوع بسكوت متوفر عندكم ما بتفرق، او اي نوع انتو بتفضلوا. واهم شي كمان يكونوا مرصوصين على بعض وما نترك فراغات بيناتهم. كتبولي بالتعليقات إذا بتحبوا هيك أنواع من الحلا سهلة وبسيطة وما بتحتاج وقت، وبنفس الوقت كتير طيبة ولذيذة وبتبارد على القلب. وأهم شي إنه بلا فرن، ما بتاخد وقت، خلال 5 دقايق بتكون جاهزة. هيك صارت جاهزة عندي هاي الطبقة كمان. وهلأ بدي أرجع أجيب خليط الكاستر وبدي نزله كمان على طبقة البسكوت، وبدي أرجع مدهم كمان على مستوى واحد بهذا الشكل. وهيك صارت جاهزة عندي. وهلأ بدي أدخلها على البراد بس لحتى تبرد وتتماسك وبتكون جاهزة. وبعد ما دخلتها على البراد شي ساعتين 3 بس لحتى بردت وتماسكت، زينتها ببودرة الكاكاو. طبعا انتو فيكن تزينوها بالشي اللي انتو بتحبوه، بتحبوا بودرة الكاكاو، بتحبوا بسكوت مطحون، بتحبوا مكسرات أو شوكولا مبشورة، يلي انتو بتحبوه وبتفضلوه. وهلأ بدي اقسمها لحتى تشوفوا كيف الطبقات من جوا كيف طالعة هشة وطرية، ما شاء الله بتنشال معكم بكل سهولة. شوفولي ما شاء الله الطبقات قديه مرتبين وبياخدوا العقل، وقوامهم طالع بشهي وكتير طري وهش. هالوصفة كتير ظريفة، إذا حابين تقدموها ضيافة فهي ضيافة كتير بتبيض الوش، أو إذا حابين تقدموها لأطفالكم فهي كتير غنية بالحليب للأطفال اللي ما كتير بيرغبوا إنه يشربوا الحليب. شوفوا ما شاء الله قديه طالعة بتشهي وبتاخد العقل، وطعمتها ما بخبركن كتير لذيذة. كتير بنصحكم انه تجربوها وتخبروني رأيكم بالكومنتات، وتخبروني كمان اذا بتحبوا هيك وصفات من الحلا كتير سهلة وبسيطة. واكتبولي كمان من اي بلد كنتوا عم تتابعوا الفيديو، وشو بتحبوا اعمل وصفات بالفيديوهات الجاي. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم والفيديو نال اعجابكم. وحابة اذكركم بنهاية الفيديو لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وخبروني شو حابين اعمل وصفات بالفيديوهات الجاي. سلام.